انا عمري ما كنت اتخيل ان يجي يوم واعيش الموقف ده. كان عندي صاحبه من وانا صغير، كنا زي الاختين بالظبط، نذاكر سوا ونخرج سوا، اسراري كلها عندها، يعني مفيش حاجه ما تعرفهاش عني. لما اتخطبت كانت اول واحده اجري وابشرها، فرحت لي وقالت لي انت تستاهلي كل خير، يا ريت حظي يبقى زي حظ. وقتها حسيت ان عشت الحلم، خطيبي مهتم بيا وصاحبتي فرحانه ليا، قلت خلاص مش عايزه حاجه تاني بعد كده. بس بعد فتره ابتديت احس ان خطيبي بيتغير، بقى ناسي يسال عليا وما يردش على تليفونه، ما بقاش يجي كل اسبوع زي عادته، وكمان عصبيته زادت عليا، ولما اساله يقول لي مشغول. فضلت الوم نفسي واقول انت السبب، عملت ايه عشان يخليكي يكرهك كده؟ رحت سالت صاحبتي، قلت لها خطيبي بقى كده اعمل ايه؟ قالت لي ده انسان ما يستاهلكيش، سيبيه وفسخي الخطوبه، دول شباب كده بيضحكوا على البنات وخلاص. اقتنعت بكلامها وقلت هي زي اختي واكيد عاوزالي الخير، فبدون تفكير اتصلت وقلت له انا مش عايزاك خالص، تعالى خد دهبك وامشي. هو ما كانش راضي يفسخ الخطوبه خالص، بس انا قلت له لا انا مش عايزاه. من حوالي 6 شهور كده وانا ماشيه في الشارع مع ماما، شفت خطيبي واقف مع صاحبتي وهم بيشتروا حاجات وهو ماسك ايد. انا اتشليت، جسمي اتنفض، مش عارف اصرخ اجري ولا ابكي. رجعت البيت مقهوره على اللي شفته ده، وبعدها بيومين كده سمعت من جارتنا وعرفت ليه خطيبي كان عصبي وما بقاش يزورني ولا حتى يكلمني. كانت مامته مريضه ومش طايق حد، وانا ما كنتش اعرف خالص، وانا كنت كلمته عن صاحبتي وهو كان عارف. وبعد ما مامته خفت وبقت تمام راح خطب صاحبتي واتجوزها. دلوقتي انا اللي ظلمت الشاب عشان صدقت كلام صاحبتي، ولا هو اللي ظلمني لما ما قاليش ان مامته كانت مريضه؟ انا بصراحه مش عارفه خالص، فياريت تفيدوني في التعليقات.